دي أسرع ماكن أند تشيز أنا جربتها بجد تحفة، جربوها وهتعجبكم. سلقت المكرونة كده بمية وحبة ملح، يعني تقريبا حوالي معلقة ملح. وجبت الكيس البشاميل اللي بطعم الجبنة دوت، أخدت منه معلقة كبيرة على كوباية لبن. وعشان أعزز طعمها شوية حطيت طعم الجبنة من عند العطار، حطيت حوالي معلقة طعم الجبنة كده. بس قلبتها كده، قلبتها على البارد عشان لو حطيتها على طول في اللبن السخن مش مش هتتقلب معايا حلو، هتكلكع. فبعد كده عقبال ما قلبنا اللبن، طلعت المكرونة كانت اتسلقت، جبت طاسة كده وحطيت فيها اللبن اللي انا دوبت فيه البشاميل. حطيت معاه فلفل وتوم باودر وبصل باودر، حوالي من كل حاجة ربع معلقة صغيرة. بابريكا، حطيت كاري لان انا بحب الكاري، هو اختياري عادي. قلبتهم كده، حطيت بقى، كنت نسيت احط شطة، حطيت شطة وحطيت رشة زعتر كده، وقلبتهم لحد ما تقلت. ولما حسيت خلاص ان هي تقلت شوية، بدأت احط بقى الشيدر بتاعتي. حطيت شيدر اللي هي الحمرا وشيدر البيضة، وكنت حطيت فنجان صغير من مية سلق المكرونة عشان بس تقل الصوص شوية. بس وحطيت عليها بقى المكرونة اللي انا لسه سلقاها. طلعت تحفة. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة.